الساعة دلوقتي 6 إلا دقيقتين صباحا الفجر. ها انزل اطلع. في هنا سكاكين، في سكاكين شغالة. لو كوعك طلع كده هتقشد كوعك وتقشد دراعك اتنين. بص قدامك، تبص في حتة تانية. اضرب اتنين، جسمي كله يرجع تاني. واحد اتنين. حبايبي اتأخرت عليكم، انا اسف، بعتذر لكم، بس انتوا لازم تعرفوا انا ليه اتأخرت عليكم. انا الفترة اللي فاتت دي جالي مشكلة عويصة في ظهري. عندي مشكلة في ظهري هنا كده، في عضلات اسمها عضلات الكيو ال اللي هي الكوادراتس لامبورم. يعني انا عرفت دي بقى بعد كتير. انا كنت مفكرها قطنيه وديسك وبتاع، لان انا عملت كل حاجه ممكن تتعمل، عملت كل شيء، رحت لدكاتره كتير، عملت فحوصات كتير، عملت كل حاجه، ومش عارف المشكله فين. المشكله زادت معايا لدرجه ان انا مش قادر انزل اربط الشوز، مش قادر افتح باب التلاجة زي ما بكلمك كده، مش قادر اعيش حياتي الطبيعيه، مش قادر انام. النوم كان بيأرقني جدا، ما بعرفش انام. فالموضوع كان صعب جدا معايا لدرجه ان انا خلاص وصلت لمرحله صعبه، ما بقدرش ان انا اقف 5 دقايق على بعض. طبعا انا حتى وانا بكلمك دلوقتي فانا برضو تعبان، يعني الوقفه بتاعتي تعباني، مش مرتاح، ولكن الحمد لله احسن من الاول بكتير. فده السبب اللي خلاني ان انا اتاخر عليكم شويه، ان انا مش قادر ان انا اقف اشتغل او اقدر او ان انا اقدر اعمل الكلام ده. وبعد كده اول ما خدت القرار وقلت خلاص انا بقيت كويس الحمد لله، هنزل اعمل الفيديو، هوب جالي مرض، والحمد لله رب الخير لا ياتي الا بالخير. يعني انا مشكلتي اللي في ظهري دي ممكن لو حد مثلا تاني مكاني ما عندوش ايمان بربنا كبير هيقول لك ليه وانا ليه بيحصل معايا كده وانا ليه مش عارف ايه. لا يا حبيبي، انت كل حاجه بتحصل في حياتك هي معموله ومصممه لاجلك انت، عشانك انت، عشان تكون احسن. انت هتستقبلها ازاي دي مشكلتك انت بقى. يعني رب الخير لا ياتي الا بالخير، بيدي لك المشكله عشانك انت، عشان تحلها وتبقى احسن من الاول. يا اما ان انت هتقف ليه وتشتكي وتعيط وتزعل وما تحلهاش وتبقى اضعف واسوأ من الاول. فالحمد لله على كل حال. المهم ان انا بعد كده برضو جالي مرض، حتى ممكن تعرف صوتي كان باين في الفيديو بتاع تايسون. والله يا اولاد عيان تعبان، مش قادر اعمل اي حاجه، وبرضو قعدت عملت الفيديو، والحمد لله الفيديو ما جابش اي مشاهدات ولا جاب اي حاجه. الحمد لله الفيديو بتاع عبد تايسون تعبت فيه، اشتغلت فيه جامد قوي، ما جابش اي حاجه، مش زعلان الحمد لله. ولذلك فاحساسا بالمسؤوليه تجاهكم وان انتم محتاجين حاجه زي كده، انا نازل من بيتي دلوقتي، الساعه دلوقتي 6 صباحا. ممكن كنت انام، ممكن كنت اعمل فيديو تاني عن حاجه تانيه، ممكن كنت اعمل اي حاجه تانيه، ولكن انا بحبكم. ليه؟ لان الجمهور بتاع اليوتيوب ده انا حسيته مختلف تماما عن اي جمهور تاني. الراجل بتاع اليوتيوب ده هو داخل علشانك انت، داخل يشوفك انت، داخل يدور على كوتش مهنا، فدي بتحسسني بالمسؤوليه تجاهه. فعلشان كده انا بحاول ان انا اقدم لكم افضل حاجه. فيا حبايبي رجاء من الناس اللي بتحبني واللي بتتابعني، انا كنت بستغرب ليه الناس بتوع اليوتيوب بيقعدوا يطلبوا الحاجات دي، واقول ليه يا عم انت ما تطلبش، الناس هتعمل لوحدها. ولكن لا، هم عندهم حق. اكتر حاجه بتفرق هي اللايك، الشير، الكومنت. الحاجات دي بتفرق قوي في الفيديو، والفيديو بينتشر، وده بيكون هدفي او هدف اي حد صانع محتوى، ان فيديوهاته تنتشر عشان تعم الفايده، وعلشان تعم الفايده عليا انا كمان وعلى الجميع. المهم فانا بطلب منكم يا اولاد، الموضوع مش هيفرق معاك، مش هياخد معاك اي حاجه من الثانيه. حط لايك، اعمل شير، اعمل كومنت. لو انت عايز تقول لي شكرا على المجهود اللي انا بعمله علشانك، فهي دي هتكون شكرا. هي كومنت حلو، لايك، شير، صدقني الحاجات دي بتفرق قوي. فبدون ما اطول عليك يلا بينا نبدا. احنا اخر حلقتين خدناهم اتعلمنا فيهم ازاي ان احنا نقف، الاساسيات، ازاي ان احنا نتحرك، ازاي ان انا اضرب جاب لوحدها، ازاي اضرب الكروس لوحدها بالشكل اللي هو ايه البيزك بتاعها خالص. وبعد كده خدنا الجاب كروس، طبعا خدنا معاهم تمارين كتير قوي. التمارين دي يا حبيبي المفروض ان هي على طول معاك، يعني مفيش تمرين صلاحيته بتنتهي، التمارين دائما معاك. فالنهارده برضو
هناخد شويه تمارين وهناخد ازاي اضرب الجاب مع استخداماتها، يعني هناخد، هتشوف معايا في الحلقه. ماشي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. اول تمرين خالص هنعمله ان انا هخلي جسمي كله شبه المربع كده، سكوير، رجلي مع كتافي على خط واحد، وبعد كده اخلي رجلي قدام ورجلي ورا. الرجل اللي قدام هتكون كلها على الارض فلات، الرجل اللي ورا على المشط، ولازم يكونوا باصين لقدام، وجسمي هيلف كاني ضارب الكروس. وبعد كده هبدا ان انا ايه، اعمل سويتش، تبادل، واحد 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 واحد، ها، تبادل. طبعا ايه، زي ما اتفقنا احنا بنرسم، انا راجل ملاكم فنان برسم، مش عايزك تكون شادد اعصابك، عايزك تكون مسترخي على الاخر. اهو، واحد 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 واحد. شفت دي مهمه قوي، ودي برضو هنا مهمه قوي، ان انا اعود جسمي انه لازم ايدي وانا بعمل هنا سليب، لان ده اهو احنا بنعمل ايه دلوقتي، يعني سنه كده تركايه تساعدك عشان لما نيجي نعمل السليب بعد كده يكون سهل. اهو، واحد واحد واحد، اهو بص حامي وش ازاي. فالتمرين ده وغيره من التمارين اللي هنعملها النهارده بتساعدنا قوي في حاجه اسمها التوافق العضلي العصبي، الكوردينيشن. فالتوافق ده بدون فلسفه وبدون حوارات كتير عشان تفهمني كده بسهوله، هو ان انت ازاي تعرف تحرك ايدك اليسار مع رجلك اليمين، ايدك اليمين مع رجلك اليسار، تعرف تتحرك بشكل جميل بدون ما ايه، بدون ما تحس ان انت معاق، بدون ما تحس ان انت متلخبط، بدون ما تحس ان في حاجه غلط. هو ده التوافق. فالتمارين دي اكتر حاجه بتساعد على التوافق. طيب التمرين اللي بعده يا اولاد، بعد كده هعمل ايه، هاخد اي خط من الخطوط اللي بالطول دي، تمام، واخلي ايدي فوق، خليني واقف على رجل واحده، وهبدا ان انا اتحرك لقدام اهو، اجي هنا اطلع، بعد كده اطلع تاني، اجي هنا ارجع، بعد كده اطلع تاني، اجي هنا وارجع، بعد كده اعكس الرجل التانية، وارجع، بعد كده اطلع واجي هنا وارجع، وهكذا. كل تمرين من اللي احنا هنعمله ده ممكن تعمله ايه قد ايه، علشان طبعا انت محتاج مدرب معاك، محتاج حد يقول لك تعمله ازاي، لان كل واحد بيختلف مستواه من واحد للتاني. فاحنا ممكن ناخد الافريج بتاعنا من 45 ثانيه لدقيقه، كل تمرين فيهم تعمله 3 مرات وتتأنى كده وتاخد وقتك فيهم. حلو حلو. التمرين اللي بعده هتعمل ايه، برضه هيكون على رجل واحده، بس هعمل ايه المره دي، المره دي انا عايز اضرب اليد، ركز، اليد اللي هتضرب بيها نفس الرجل بتاعتها هي اللي هتكون عاليه. وبعد كده هعمل ايه، اهو، واحد اتنين، واحد، شفت ده بترجع لورا، اتنين، جسمي كله يرجع تاني، واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين، اقلب بقى، اقلب ايدك في جسمك، اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين مع الاستمرار. ثم بعد كده تاخد اليد التانية اهو واضرب، واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين، تمام. يبقى الرجل، اليد اللي انا بضرب بيها الرجل بتاعتها هي اللي بتكون ورا، مع ايه، مع الاستمرار. يلا اشتغل، سمعني، يلا جو، شغل شغل شغل. طيب التمرين اللي بعده يا اولاد نفس الوقفه اللي انا وقفتها في الاول خالص، اللي هي وقفه السكوير. وبعد كده بعمل ايه، اهو، بعد كده هبدا ان انا حتى برضو نفس التمرين بس بالمشي، عايز امشي اهو، واحد 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 واحد، ارجع، واحد واحد واحد، اطلع، عكس، واخد بالك، رجلي اليمين قدام تبقى يدي اليسار هي اللي فوق قدام، عكسها، والعكس صحيح، رجلي اليسار قدام تبقى يدي اليمين هي اللي فوق. ومع كل واحده بعمل ايه، السايد بلوك بتاعي. طيب التريكات او المشاكل اللي هتواجهها اللي لازم الكوتش بتاعك يكون موجود ساعتها عشان يقول لك خلي بالك، اعدل دي، صلح دي، صلح دي. الاخطاء
يعني من كتر ما انا شفت في التدريب الاخطاء واحده كلها. ايه هي الاخطاء؟ اول خطأ ان انت هتلاقي رجلك بتعمل ازاي؟ تعمل كده، بتبص لبره، فدي هتبهوأ لك الدنيا هتبهوأ منك. ادي ده خطأ من ضمن الاخطاء. في خطأ تاني اللي هو ايه؟ اللي هو ان رجلك بيقربوا من بعض اما تيجي تمشي، بيقربوا فبيكونوا ورا بعض، دي برضه هتبهوأ لك الدنيا. فعلشان اختصر الاخطاء دي كلها وما احسش بيها، هعمل ايه؟ هسهلها عليك خالص. يعني انا لو ما قلتلكش الحاجات دي هتقعد تعمل التمرين غلط وهتتعب فيه جدا ومش هتحس فيه بنتيجه، مش هتحس فيه بفايده. فايه هي؟ بص يا عم، اول حاجه ان انا عايز رجولي دي، بص 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 رجولي مفتوحه ازاي؟ اعكس، عايزها مقلوبه لجوه اهو، فبقوا باصين لقدام. حاول دايما تعمل الكنترول ده، ان رجلك تكون باصه كده للداخل. دي اول حاجه. تاني حاجه، روح اسند على الرجل اللي انت هتاخد عليها الخطوه. ها، سندت هنا اهو، بقت سهله خالص. ها، سندت هنا، شوف رحت ناحيتها ازاي؟ روح ناحيتها. ها 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 ها، وبعد كده لورا نفس الكلام. ها، روح ناحيتها. ها، روح ناحيتها. خلي رجولك تروح واحده هنا وواحده هنا. التمرين ده هروح رايح راجع. ده بقى التمرين ده بقى لحد امتى؟ لحد ما انت تحس ان الحركه بقت سلسه وبقت مش صعبه بالنسبه لك وعارف ان انت تعملها. يبقى التمرين ده هفضل اشتغل فيه لحد كده. طيب اللي بعده بقى بعمل ايه؟ اللي بعده هبدا اركب الموضوع شويه. يعني ايه اركبه؟ يعني ادخل فيه شويه تعقيدات. زي ايه؟ هو نفس التمرين اهو، 1 2 1 2، قمت ضارب 1 2 1 2 3، اضرب 1 2 3، اضرب مع الرجوع با با هوب ها ها هوب ها ها هوب. وصلت؟ يبقى انا ايه؟ شغال اضرب ها، اضرب ها، اضرب ها، اضرب. يبقى انا عايز اطلع لكمات عشوائيه. طيب هتيجي تشتغل اللكمات العشوائيه دي، هيطلع لك اخطاء، وهي ان انت مش عارف تعمل توافق. طيب عرفت تعمل توافق كنبه، ما عرفتش تعمل توافق، هعمل ايه؟ بص انا معاك وبديك كل الحلول، فايدك على اللايك يلا روح. بص يا عم، الحلول هي انك هتاخد خطوه تانيه تالته تضرب، خطوه تانيه تالته تضرب، خطوة تانية تالتة تضرب مع الرجوع، خطوة تانية تالتة تضرب، بام بام اضرب، خطوة اضرب، وهكذا. حلو كده، خلصنا ايه؟ التمرين ده. خش على التمرين اللي بعده. طيب التمرين اللي بعده ايه يا احبائي الاعزاء؟ المرة دي بقى هنقف ازاي؟ هنقف كده رجلي واسعة شوية. حلو، قول لي حلو. حلو. بعد كده هنعمل ايه؟ عايز اضرب الجاب مع ستيب للخارج. 1 با اهو، بقت شبه الكروس، الرجل على نفس الخط مع الرجل التانية، وبعد كده ارجع واقوم ضارب التانية الكروس، بعد كده ارجع اضرب التانية. ها، 1 2 1 2 1. بص بص دي بتلف ازاي؟ ركز يا ولا. ها ها ها، 1 2 1 2 1 2 1 2. بص قدامك، تبص في حته تانية. يبقى انا جسمي كله بيلف وبيعمل اللي هو عايزه، بس رقبتي ثابته اهو، بدماغي ثابته، دماغي ثابته. 1 اهو، 2 اهو، 1 اهو، 2 اهو. يبقى ايه؟ مع الاستمرار ورا بعض. ها، بام بام بام. ها، 1 2 1 2 1 2. اديك تريك، خد التريك. التريك بتقول ان انا لما اجي اضرب اروح برجلي هنا، عايز رجلي التانية مش هينفع تفضل باصه لقدام كده، رجلي التانية تبقى كده. طيب لما اجي بقى اروح اضرب التانية، رجلك دي لما ترجع كده عشان تضرب دي بسهولة هنا، وبعد كده رجلك دي ترجع ازاي كده
عشان تضرب دي بسهوله. هنا ها ها ها. لف بقى الكوع. عايزك دايما برضو اللكمات بتاعتك من دلوقتي، من وانت لسه بتتعلم، ما تخليش كوعك يفتح منك لبره. دايما خلي كوعك كأن في هنا حاجز، كأن في هنا جدار، كأن في هنا حاجة. لو كوعك ده طلع بره هنا كده هيعورها. في هنا سكاكين، في سكاكين شغالة. لو كوعك طلع كده هتقشد كوعك وتقشد دراعك اتنين. يبقى انا عايز ابقى خايف قوي من السكاكين دي واخلي كوعي ده جوه، واقوم لافف. غصب عنك بقى هتضرب الضربه صح، غصب عنك هتلاقي كتفك بيطلع في مكانه الصح. اهو بام اهو بام. انا مرعوب من السكاكين، يبقى السكاكين دي تخليهاش تخبط في كوعك ابدا. الكلام ده في الناحيتين، سواء هنا في الجاب سواء في الكروس. طق 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 طق. لما توصل بقى لحته الاحتراف، يا عم اعمل اللي انت عايزه ان شاء الله تضرب كده، اعمل اللي انت عايزه، بس خلينا في الاول في العلام وفي الاساسيات بتاعتنا. ماشي؟ خلصنا، فهمنا كل حاجه تمام. نخش في التمرين اللي بعده. طيب التمرين اللي بعده يا احبائي هنبدا نخش في ايه؟ في التعقيدات شويه. مفيش حاجه معقده ان شاء الله باذن الله، بس هو اصعب شويه. المره اللي فاتت انا كنت بضرب ايدي مع رجلي الاتنين، يعني نفس اليد نفس الرجل. المره دي هنعكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هروح برجلي دي هضرب بايدي دي. 1 ارجع، 2 ارجع، 3 ارجع، 4. طيب خلينا ايه كده، انا في النص بالظبط، صح كده انا في النص بالظبط. بص كده، انا جسمي او كتفي مسار الضرب هيفضل في نفس الخط، سواء في يمين او في يسار. ركز كده. 1 ها 2 ها 1 2 1 2 1 2 ها 1 2 ها 1 2. وصلت. 1 خد خطوة اضرب. 1 مع بعض. باك مع بعض. ها 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 ها. مهم ترجع، مهم ترجع لوقفتك. طق 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 طق، وهكذا. وتاخد برضو نفس التمرين ده مع الاستمرار. ده بس بسخن ظهري كده عشان بدأ يوجعني. ها ظهري بدأ يوجعني. طيب يا اولاد كفايه تمارين. كفايه تمارين، ونبدأ ان احنا ايه، ناخد شويه تمارين بقى بتاعت بوكس ملاكمه. طيب اول حاجه خلينا نتعلم الاول السليب بشكل سليم ومثالي. السليب بالانجليزي معناها انزلاق، يعني انا بتزحلق من اللكمه، يعني في لكمه جايه وانا اتزحلق منها. فالسليب احنا اللعبه بتاعتنا لعبه سنتيات، يمكن اقل من السنتي. السنتي بيفرق فيها. فانا مش عايزك تروح مشاوير بعيده، انا عايزك وانت بتعمل السليب يعتبر على قد اللكمه. وقفت وقفه البوكس اهو. طيب اول حاجه خلينا ناخد السليب ناحيه اليمين. السليب ناحيه اليمين كل اللي انا بعمله ان انا وانا واقف كده دماغي دي بتنزل هنا. بص فين؟ شكرا، خلاص. بقت فين؟ بقت في نص جسمي. كتفي ده لف شويه، بقت في نص جسمي كاني واخد وضع الركوع كده، وبعد كده اطلع تاني. رجعت الوضع السليم تاني. يبقى انا عايز اتخيل ان في لكمه جايه وانا ببعد عن اللكمه اهو. خلاص. في السليب ده بالذات مش عايز احس اني بروح لورا على رجلي اللي ورا، او اني بنزل على رجلي اللي قدام. بعد كده في المستقبل ممكن تعمل دي او دي، بس انا دلوقتي عايز اتعلم. عشان اتعلم يبقى انا بنزل فين؟ دماغي خلاص في النص. ها سليب واطلع. بص اهو اهو. ها 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 ها. سليب سليب. ها سليب سليب. ابعد عن اللكمه. سليب. في لكمه جايه. ها سليب. ها سليب. ها سليب. ها سليب. طيب بعد كده
ابدا ان انا اخش على السليب الثاني الناحيه الثانيه. السليب الثاني ده اعتبر نفسك ان انت بتضرب كروس اهو، واحد اهو نزلت هنا ها بام، نفس الكلام ضربه جايه وانا ببعد عنها خلاص. ما تروحش بقى مشوار بعيد، ما تروحش هنا وهنا بعيد، لا ما تروحش بعيد، مجرد ان انت تعدي اللكمه واحد ها واحد ها واحد، رجلي لورا بتلف واحد واحد ها، اللكمه جايه هنا عديتها خلاص شكرا كده، ارجع تاني واحد ها واحد ها واحد. طيب بعد كده بقى عايز ادمج الاتنين مع بعض، او ما اعمل ايه وانا واقف؟ واحد اتنين، لازم ارجع تاني في النص. بص واحد هوب اتنين هوب واحد هوب اتنين. لو مرشوق هنا في دماغك قلم رصاص، اي قلم، عايزك ترسم لي بالقلم ده مثلث او رقم 8. يبقى ازاي بقى مثلث؟ اهو انا واقف اهو، انزل هنا نزلت، اطلع نزلت تاني. شفت برسم ازاي رقم 8؟ ها واحد واحد، انزل فين اهو واحد، لازم اطلع اقف تاني واحد، اللي هو الرأس بتاع رقم 8. اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل ها ها ها، استمرار ها ها ها، استمرار، رايح جاي هنا هنا، عدي الضرب كأن في ضرب وانا بعدي الضرب مع لفة كتفي. تمام تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ برضو اصعبها شوية. كل حاجة احنا بناخد البيزك بتاعها وبعدين بنصعب. هعمل ايه؟ انا واقف اهو، هعمل باونس واحد اتنين واحد سليب، واحد اتنين واحد واحد سليب ها ها سليب باونس باونس سليب سليب ها سليب ها سليب ها سليب سليب ها سليب سليب ها ها سليب سليب ها ها سليب سليب. مع التكرار، التكرار مهم، التكرار مهم، وخد وقتك. يبقى انت كل تمرين من دول بتعمل ايه؟ تجيب الموبايل تحطه قدامك او تفتح الشاشة ايا كان وتمسك تمرين من اللي انا بعمله، تقوم موقف مشغل، انت شغال تعمل التمارين، افتح اسمع كويس، وقف اعمل التمارين وخد وقتك فيها. ماشي ماشي. اهو كل اللي احنا بقى عملناه في السليبس دي عشان نتعلمها، بس عشان بعد كده نعمل اللي احنا هنعمله ده دلوقتي، اللي هو ايه؟ السليبس بقى بتاعت السوفيت. حلو، بنعملها ازاي يا اولاد؟ من الحركه، وحركه البندوله، حركه البندوله سليب اطلع سليب سليب ها سليب سليب سليب، بنفس الطريقه بس هيكون معايا ايه؟ النطه. يعني نطيت فوق نزلت تحت، نطيت فوق نزلت هنا في النص اهو، في النص طلعت هنا نزلت هنا ها 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 ها. مهم قوي، مهم قوي التمرين ده. سليب 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 سليب. طيب بعد كده هبدأ ان انا ادمج معاه لكن انزل اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل اطلع ها. يبقى انا الضربه فين؟ في الطلوع، نزلت اطلع واقف مظبوط، انزل اطلع انزل اطلع انزل. عرفت ليه بقى انا بحب التدرج؟ عشان مفيش حاجه تفوتك، عشان وانت بتيجي تعمل التمرين ده هتلاقيه صعب وهتلاقي نفسك بتتلخبط فيه، فما بالك يعني انت بتتلخبط فيه وانا مديلك كل الحاجات السابقه دي. تخيل بقى لو انا ما اديتلكش الحاجات السابقه دي والمؤهله انك تعمل التمرين، واديتك التمرين نفسه مره واحده، هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك محتار، وهتلاقي نفسك مش عارف تحفظه، ولو حفظته هتلاقي فيه حاجات كتير واقعه منك
مش قادر ان انت تحفظها كويس. فعشان كده التدرج في المهارة مهم جدا جدا. طيب بعد كده عايز اعمل ايه؟ عايز ابقى بتحرك اهو، اقوم ضارب جاب سليب، اتحرك تاني جاب سليب، اتحرك تاني بام بام ها، بام بام ها، بام بام ها، جاب سليب، ارجع جاب سليب ها، جاب سليب ها. برضو ايه، خلاص انت المفروض حفظت بقى، تاخد الجاب سليب دي تقعد تكررها كتير. انا مش هكررها عشان انا ظهري وجعني، فانت اللي هتكرر يا برنس. يلا جاب سليب، جاب سليب، جاب سليب. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل نفس التمرين اللي عملته بس وانا راجع هضرب جاب. وانا حركه اهو، جاب سليب جاب ها، جاب سليب جاب ها، جاب سليب جاب. وصلت؟ بام بام ها، بام هوب بام ها، بام هوب بام ها، بام هوب بام. جاب سليب جاب وانا برجع، جاب سليب جاب وانا برجع. اللي بعده نخش على الكروس. طبعا مش محتاجه فخاقه، يبقى انا واقف هضرب كروس سليب كروس ها، بام بام ها، بام بام ها، بام ها. لازم ده يلف ها، لازم ده يلف ها، تك 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 تك. مع ايه؟ مع الاستمرار. يلا كرر، مستنيك اهو ها، يلا كرر. برافو برافو برافو، ممتاز، حلو قوي الكلام ده. كررنا 10/10. طيب يا حلوين، بعد كده هنخش على ايه؟ احنا لو تفتكر اخر حاجه خدناها، اخر حاجه في التمرينه اللي فاتت اللي هي الحلقه الثانيه، خدنا الجاب كروس من مكاني. تمام؟ الجاب كروس ليها انواع مش هنقول انواع، هقول لك ليها مواقف كتير، يعني كل موقف بتتضرب بشكل معين فيهم. فاحنا اخر مره خدنا ايه؟ خدنا 1 2 صح كده في مكاني. المره دي عايزين ناخد الجاب كروس لقدام. عفوا، الجاب كروس لقدام. بعمل ايه؟ بعمل جامب بام بام. تاني بالراحه خالص، تاني بالراحه خالص اهو، خدتها. اقول لك على حاجه حلوه، هنبتديها بالجاب بس. احلى مسا عليكم. هنعمل ايه؟ اتحرك، هضرب جاب بام وارجع تاني. كنا دايما بنعمل جاب جاب جاب، لا المره دي انا عايز اعمل ايه؟ ابقى بتحرك اهو، اقوم رايح ضرب الجاب وبعدين اقوم متحرك بعدها ها، بام ها، بام ها، بام. احذف اللك ها، بام احذف اللك ها، بام جاب وارجع اتحرك ها، بام ها، بام بطلع برجولي الاتنين. ماشي، هتعرف تعمل دي. بعد ما تعرف تعمل دي، انا مش عايزك تاخد خطوة تانية في الكروس، انا عايزك بقى تضرب الكروس وانت قدام. يعني ايه الكلام ده يا كوتش؟ يعني اهو طلعت كروس خلاص ها، حركة حركة بام ها، خلاص بام ها. طيب عشان نتعلمها وبالراحة، هتضرب بالجاب كروس تثبت، يعني ها هوب اثبت. شوف كل حاجة صح ولا لا، واقف مرتاح ولا لا، سليم ولا مش سليم. اقف بقى مرتاح، ملخبط في حاجة بايظة تقوم مريح نفسك، واقف مظبوط اهو. رجلي اللي ورا فيها انسناء، رجلي اللي قدام فيها انسناء، اللي ورا على المشط، اللي قدام كلها على الارض، كتفي مخبي دقني، ايدي بصه لتحت، يدي التانية مخبيه دقني من الناحيه التانية، كوعي مقفول اهو. اثبت، احفظ الشكل ده، وبعد كده ترجع تاني حركه ها، بام بام، وارجع تاني حركه بام. لو تاخد بالك
الجاب الاولانيه انا طلعت بره السنتر لاين، محدش يضرب لي جاب كده، ما تضربش جاب وانت ثابت. اطلع، ها ها بام بام، وارجع اتحرك تاني، ها 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 ها. اثبت. حلو. قول لي حلو وقول لي احلى مسا عليك بقى يا كوتش بقى، وقول لي شكرا بقى على العرق اللي انت بتعرقه ده. اعمل حاجه يا عم، يلا اشتغل، يلا. مع السقفه، مع السقفه هتعمل جاب كروس اللي انا قلت لك عليها دي وتثبت. يلا اتحرك، اتحرك يلا، ها اتحرك سوفيت، يلا ان واوت، ها ان اوت. جاهز؟ يلا استعد. 1 2 ثبات، اثبت، احفظ شكلك، شكلك سليم، كل حاجه مظبوطه. ارجع تاني، يلا هوب. برافو، احسن. ايه اللي انا بعمله ده؟ هتقول لي انت مجنون ولا ايه يا كوتش؟ هقول لك لا. بص يا حبيبي، نصيحه من اخ لاخوه، مفيش حد في الدنيا دي كلها هيكون حن عليك من نفسك. انت عارف بلاوي نفسك، وعارف مشاكل نفسك، وعارف المصايب اللي انت عملتها عن نفسك. مفيش حد عارفها، انت اكتر واحد عارفها، انت وربنا سبحانه وتعالى. فلازم يكون عندك تسامح مع نفسك. عاقب نفسك وماله، زعق لنفسك متاح، ازعل من نفسك برضه متاح، تقسو على نفسك جميل، ولكن لا تذبح نفسك، ما تموتش نفسك. لازم تتسامح وتعرف ان ده غلط. لازم تكلم نفسك، لازم تصاحب نفسك. اسمع مني، مفيش صحاب، في زمايل، مفيش اخوة، مفيش الكلام ده. في حب، في ولكن مفيش حد هيخاف عليك اكتر منك، مفيش حد هيكون عايزك تبقى احسن منه. اسمع مني، انا راجل غربة من وانا عندي 12 سنة، وصاحب صاحبي قوي، وبحب الناس قوي. فعشان كده بقول لك اهو، من اخ لاخوه، مفيش حد هيحبك تكون احسن منه، مفيش حد هيساعدك عشان تكون افضل منه، ماشي؟ الا السوي اللي هو اصلا واثق في نفسه، ودولت قله قليله موجودين. فيا حبيبي انت تصالح مع نفسك، اتكلم مع نفسك كتير، صاحب نفسك. مش هتلاقي صاحب اجدع منك لنفسك، مش هتلاقي واحد بيحبك اكتر منك لنفسك. فلازم تعمل كده، صاحب نفسك، حب نفسك، اتكلم مع نفسك كتير، شوف الدنيا فيه ايه يا عم. ايه خلاص ريحت النهارده، يلا انزل الشغل بقى، كفايه كده. عندنا عيال عايزين نصرف عليها، عندنا شكل حلو عايزين نبقى فيه، عايزين نظهر بافضل حاجه، عايزين نرضي ربنا. اللي انت ماشي فيه ده غلط، اللي انت ماشي فيه ده ما ينفعش. لازم تقعد تكلم نفسك كده. فاللي انا كنت بعمله ده انا بعتبر بكلم نفسي وبكلمك عشان انت مني، ماشي؟ ماشي. بعد كده هنعمل ايه؟ هنرجع للتمرين الاولاني، هتشوف دلوقتي وهتفهم. احنا كنا بنعمل ايه قبله؟ كنا بنعمل جاب سليب، صح؟ صح. المره دي هضرب معاها جاب وانا برجع، وبعديها كروس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هتحرك اهو، عملت الجاب سليب، صح؟ جاب كروس. ها تاني، اسحب الكلام، اسحب الكلام. هنبدا ندخل في الصعب اهو، انا عارف بقول لك ايه، عشان كده انا كنت عمال احضر لك الاول كويس. اصحى، بام 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 بام. تاني، ها جاب سليب، جاب كروس. تاني، ها ها يلا، بام بام بام، ها بام بام بام. تاني، ها بام بام بام. تاني، ها تاني، جاب سليب، جاب كروس، لم، طق 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 طق. يلا اشتغل، اشتغل، ما ولا اشتغل. يلا يلا، جاب سليب، جاب كروس. تاني، جاب سليب، جاب كروس لورا. خلاص، فكده كفايه، عشان احنا النهارده خدنا تدخلات كتير قوي.
خدنا حاجات فيها تعقيدات كتير. اولاد ادعموني في اللي انا بعمله ده، ما تحسونيش ان انا بكلم نفسي، ما تحسونيش ان انا بضيع تعبي على الفاضي. ماشي. لو انتوا ما تعرفوش انا شكلي صغير بس انا متزوج ومعايا عيال الحمد لله، فعندي مسؤوليات كتير. لازم تعرف ان اليوتيوب بالنسبه لي هو لسه مش مصدر دخل، يا رب يبقى مصدر دخل، دي هتكون بيكم. لو اصبح مصدر دخل هقدر ان انا اوفر وقت اكتر من كده. المعلومات اللي انا بديها لك دي بفلوس، والله بفلوس. نفس اللي انا بديهولك ده هو ده اللي انا كنت هعمله كورس وكنت هبيعه، كان هبيعه غالي عشان انا عارف اللي انا بقدمه حاجه غاليه ومعلومات قيمه. فانا دلوقتي بقدمه لك فور فري. يا عالم هفضل اقدمه لك فور فري ولا لا؟ والله لو ضرب وعمل شغل جامد واتنشر واصبح ان هو بيجيب لي عائد وحاسس ان تعبي ومجهودي ده بيجيب نتيجه. ما هو انا ما فيش حد بيعمل حاجه ببلاش برضه عشان تبقى فاهم، حتى لو بتعملها فور فري فبتعملها لوجه الله، والوجه الله ده بقى ايه؟ احسن حاجه في الدنيا، احسن حاجه في الدنيا. صدقني تصدق ولا انت هو تصدق، طلع صدقه ربنا هيوسع عليك. فانا بعتبر ان اللي انا بعمله ده صدقه، ولكن برضه احنا محتاجين كتمنص، فشد حيلك معايا واعمل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها علشان ان شاء الله نستمر. ادعموني يا اولاد، ادعموني، انا بحبكم في الله وادعموني، واحلى مسا عليكم. السلام عليكم.